شكلت زيارة رئيس الجمهورية لولاية تكالة فرصة للمنقبين لوضع بصماتهم في الحشد لاستقبال رئيس الجمهورية مناصرة له ودعما لسكان المنطقة في نجاح الزيارة. لجنة إنقاذ التعدين الأهلي ومن رافقها من منقبين وصلت في مسيرة بالسيارات، واختارت التمركز في نقطة وسط تمكنهم من إظهار لافتاتهم وشعاراتهم التي تحمل هموم ومشاكل المنقب. رئيس لجنة إنقاذ التعدين الأهلي صالح السويدات وفي كلمة له بالمناسبة أشاد بأهمية الزيارة وثمن عناية رئيس الجمهورية بالمنقب، مؤكدا تسلم الرئيس رسالة من المنقبين تحمل عديد المطالب الملحة والتي تغافلت شركة معادن موريتانيا عن الاهتمام بها، منوها أن آمال المنقبين معلقة بشكل خاص على رئيس الجمهورية. جينا اليوم التجيكجة وفد معتبر من اللجنة. احنا عايزين قبضنا على عاتقنا انتشال التعدين الاهلي من ذيك الوضعيه اللي فيها وتوصيل رساله لاعلى هرم في السلطه به اللي هو الامل الوحيد المازال عندنا. وبما ان التعدين الاهلي يلامس جميع جهات موريتانيا، هو المشقي الوحيد اللي رافد جميع جهات موريتانيا، عندنا معنا خطاره في بليده يسوى هي شنيبي اللي ما خالق ارض هون ما فيها مناقبين او مناقبين من التقان. جينا هون لنوصلوا الرساله، قبضنا على عاتقنا بعد ان ننتشلوا للتعدين الاهلي من الوضعيه السيئه اللي فيها، واملنا كيما في قلت الوحيد هو رئيس الجمهوريه، وبل من قدرنا نوصلوا الرساله نوصلوها له الدور توصل ان شاء الله، وشاكرين ساكن التقانت. تجشم المنقبين على السفر من الزويرات إلى تجيكجا والذي قوبل بالتخوين والانتقاد كان له وقع كبير في نفوس المنقب المغلوب على أمره من قرارات الشركة. إن كان من المفروض أن تكون محاميه والأمة الحنونة التي ترضعه قرارات الاستمرارية والنهوض لا قرارات القبن والإقصاء حسب المنقبين. كان من المتوقع بعد ان ادارتنا تعود رحبت بنا هون، العكس جيناها معدله لحقناها معدله الاثر الشين وعدلت انه مجرمين، يا قال ما يخاف علينا احنا ندور ناخذها كامل ان شاء الله، وندور نثبتوا جدوايه الواحد اللي فيه ونثبتوا على رجاله ومضبطه وعلى ان هدفنا لا شيء صالح. وشكرا جزاكم الله. ومهما يكن من أمر فإن المنقبين ومن خلال تحركاتهم استطاعوا إسماع صوتهم وتبليغ معاناتهم، وتبقى قرارات بحوار يعيد لسوح التعدين رتابتها والتشاور حول ما ينفع الناس ويمكث في الأرض دون ضرر ولا مساس بمصالح كان الأولى أن ينظر إليها على أنها مشتركة.